عمرك فكرت لو انت بتحل مشكلة قررت تقف وتسأل نفسك هل دي أصلا مشكلة؟ في بداية الألفينات سوق منتجات العناية الشخصية كان محكوم بقاعدة ذهبية: لو عايز تبيع لستات وريهم المعيار المثالي للجمال، شعر مثالي وجسم مثالي وبشرة خالية من أي عيوب. المودلز في الإعلانات كانوا أبعد ما يكون عن شكل الست العادية. كل البراندات بلا استثناء كانت بتبيع بنفس الوعد الضمني: اشتري منتجنا عشان تبقي أجمل. بس دوف شافت المشكلة من زاوية تانية خالص. في 2004 أطلقوا حملتهم الشهيرة For Real Beauty. دوف ما بدأتش الإعلان بمنتجها ولا اتكلمت عن إن لو أنت اشتريتي صابون دوف هيرطب بشرتك أكتر، لكنها بدأت بسؤال أعمق بكتير: ليه الجمال مرتبط بنمط واحد؟ وبدل ما يجيبوا بروفيشنال موديلز استعانوا بستات حقيقيين، أعمار مختلفة وأجسام مختلفة وأشكال طبيعية، ورسالة اتغيرت بالكامل. دوف ما كانتش بتقول اشتري منتجنا عشان تبقي أجمل، لكنها كانت بتقول انت جميلة بالفعل. في الوقت اللي المنافسين كانوا بيحاربوا على سؤال مين عنده منتج يقدر يقرب الست للمعيار المثالي للجمال، دوف غيرت السؤال نفسه وقالت: ليه أصلا الست تحاول توصل لمعيار مثالي من الجمال؟ الحملة ما بقتش مجرد إعلان وتحولت لقضية اجتماعية ونقاش عالمي. ودوف امتلكت مفهوم الريل بيوتي عند العميل، مش لأنها اخترعت الجمال الحقيقي، لكن لأنها البراند الوحيد اللي وقف واتكلم في القضية دي. أول مرة سمعت القصة دي كنت فاكر إن البوزيشننج هو إنك تلاقي حل المشكلة معتادة بس بطريقة مختلفة، لكن لما دورت أكتر فهمت إن البوزيشننج هو إنك تعيد تعريف مشكلة السوق كله بيحاول يحلها. وعشان كده